من أحلى وألذ الوصفات للجلاش وهي وصفة الجلاش بالكريمة، النهارده هنعمله بطريقة سهلة جدًا، عايزة أقول لِك من أسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها وأسهل حلو ممكن تعمليه، في 10 دقايق هيطلع معاكِ بالجمال والحلاوة دي. ومش بس كده، عايزة أقول لِك إن وصفة الكريمة النهارده كده غنية وطعمها وريحتها تطلع معاكِ كده متماسكة خطيرة. ويالّا بينا كده نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف عملناه النهارده إزاي. أول حاجة معايا هنا لفة الجلاش بتاعتي، الجلاش اللي أنا مستخدماه النهارده كان حوالي نُص كيلو، ويكون لسه طازة كده وطري معانا. معايا هنا الصينية بتاعتي، أهم حاجة الصينية طبعًا لازم ندهنها دهنة كويس جدًا من السمنة، طالما قلنا حلويات شرقية جلاش أو كنافة يبقى لازم سمنة كمية محترمة. نبدأ بقى نفرد الجلاش بتاعنا كده ورقة بالورقة، وبعد بين كل طبقة والطبقة لازم طبعًا دهنة السمنة الحلوة بتاعتنا. طبعًا أنا باكون مقسمة الجلاش بتاعي قبل ما باحطه في الصينية، بحيث أبقى أكون عارفة أنا هاحط كام طبقة من تحت وكام طبقة من فوق. فأنا هابدأ أحط بقى بين كل طبقة والتانية مسحة السمنة بتاعتنا الجميلة دي، عشان تدينا توريقة حلوة جدًا، وطبعًا طعم السمنة البلدي بيبقى في حتة تانية. هاخلّص بقى كل الكمية اللي معايا لغاية ما أوصل كده لنُص لفة الجلاش اللي معانا. هابدأ بقى أخلّص كده نُص لفة الجلاش كده في الأرضية، وزي ما اتفقنا بين كل ورقة والتانية مسحة كده كويسة من السمنة. وبكده نكون خلّصنا كده آخر ورقة عشان نجهّز مع بعض أحلى كريمة كده كريمية وناعمة، والطعم والريحة في حتة تانية. معايا هنا البولة بتاعتي هانزل ب3 كوبايات كده من الحليب، عليهم معلقتين كبار كده من النشا، ومعايا معلقتين كبار من دقيق السميد. وما تستغربيش دقيق السميد، عايزة أقول لِك بيخلّي الكريمة بتاعتِك في حتة تانية خالص بجد. معلقتين كبار كده من كريم شانتيه، ربع كوباية من السكر، وظرف من الفانيليا، وهاقلب ده كله على البارد وارفعهم على النار مع التقليب المستمر لغاية ما نوصل للقوام دي. وعايزة أقول لِك إن دقيق السميد في كريمته النهارده واخد الكريمة بتاعتنا في حتة تانية، بجد كانت خطيرة. هابدأ أصُب بقى الكريمة بتاعتنا وأفردها كويس جدًا في الصينية بتاعتي لغاية ما تبقى معانا بالشكل ده. طبعًا عايزة تسيبيها زي ما هي سادة، عايزة تحطّي عليها شوية مكسرات برضه بيدّي لها طعم حلو جدًا. أنا بصراحة هاعملها نُص ونُص، لإن في ناس بتحب بالمكسرات وفي ناس عايزاها سادة. فأنا ضِفت كده على الكريمة بتاعتنا شوية كده من المكسرات، جوز هند، على زبيب، على لوز، على سوداني، أي مكسرات عندِك حطّيها. بصراحة نقلت الطعم بتاع الكريمة مع الجلاش الجميل ده كانت خطيرة بجد. في الوقت ده الحروف اللي هي طالعة بقى من الجلاش بابدأ بقى أتنيها لجوّه، يعني زي ما أكون باقفّلها كده على الحشوة بتاعتنا، وبتتقفّل معانا على طول كده قفّلنا على الحشوة بتاعتنا كويس جدًا. هابدأ بقى كده أجيب نُص لفة الجلاش وأبدأ بقى أرصّها طبعًا من فوق من تاني، بس طبعًا زي ما اتفقنا بين كل ورقة والتانية لازم مسحة السمنة بتاعتنا، لغاية ما نوصل لآخر لفة الجلاش. وبكده نكون خلّصنا أحلى صينية جلاش. عايزة أقول لِك في 10 دقايق هتعمليها، سهلة جدًا بسيطة، الحشوة بتاعتها ما فيش أبسط من كده، بس الطعم بقى في الآخر خطير. دي أهم ميزة بقى، إن طعمها حلو جدًا رغم إن هي سهلة جدًا. هاخلّص بقى كل كمية الجلاش، وطبعًا في الوقت ده أنا هاكون مشغّلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، من 180 ل200، وبادخّلها كده في الرف الأوسط. طبعًا بتكون بتاخد معانا لون من تحت كده، وبعد كده باشغّل لها الشواية. طبعًا الجلاش بتاعنا بعد ما خلّصنا الكمية اللي فوق، الحروف اللي بتبقى طالعة دي بابدأ بقى أفردها كده من تحت، بس أهم حاجة بلاش نتنيها، يعني بس نحاول إن إحنا نفردها من تحت كده عشان تستوى معانا وما تبقاش مكتّلة. وفي الوقت ده هابدأ بقى أقطّع الصينية بتاعتي بالطول كده وبالعرض وادخّلها الفرن بتاعنا. بس طبعًا قبل ما ندخّلها لازم ندهن الوش بتاعنا كويس جدًا بالسمنة. على فكرة أنا ما دهنتش آخر ورقة قبل التقطيع، باقطّع الأول الصينية بتاعتي وبعد كده بادهنها بالسمنة عشان ما تبقاش مهرية معايا كده وتتقطّع معانا كده بكل سهولة. هادخّل بقى الصينية بتاعة الفرن عشان تطلع معانا بالجمال والحلاوة دي. شكلها يا جماعة بتتكلم عن نفسها، إيه الجمال وإيه الحلاوة دي، واخدة لون دهبي وجميل جدًا. هابدأ بقى أسقيها بالشربات، طبعًا لازم الجلاش يكون سخن والشربات بتاعنا بارد. والشربات عبارة عن كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المَيّة، معلقة من عسل الجلوكوز، عصرة نص ليمونة، ظرف من الفانيليا. بارفعهم على النار، أول ما يبدأ يغلي باهدّي عليه لمدة 8 دقايق، وبعد كده باطفي عليه النار واسيبه يبرد تمامًا. وبكده نكون جهزنا الشربات بتاعنا. عايزة أقول لِك من أحلى وألذ وصفات الجلاش اللي هتنزل كده على قلبِك على طول، وصفة النهارده. حشوة الكريمة بتاعتنا ما فيش أحلى ولا ألذ من كده. أتمنى النهارده الوصفة تكون سهلة جدًا وبسيطة، أتمنى تجربيها، متأكدة اللي لو جربتيها هتعتمديها معاكِ على طول. أشوفِك على خير في وصفات تانية كده جديدة، بس يا ريت ما تنسيش تدعمينا بلايك وشير عشان يوصلِك كل جديد معانا بإذن الله. مع السلامة.